يا اخي مش فاهم عنه انا، في ايش يفكر لما يناقشه صحفي يقول لك انت بتدافع عن اللاعب لانك بتحبه؟ لا يا اخي انا بدافع عن وطني. يعني متى حنوصل كاس العالم بعد 40 سنه بس يموتوا اللعيبه الحاليين؟ خلص إقالة عموتي واستلم المنتخب الآن جهاز فني محلي. يعني مباراة سهلة، السعودية ما أدتش طابتين يجين جولين واحنا فرص ما نستغلها. مالك يا تعمري العب ملعب جماعي لأمية بدك تظلك أناني، في فرص كثير لازم يستغلوها. عنصر الخبرة حمزة الدردور مهاجم مثل هاي المباريات ليش ما هو موجود؟ لأميتنا نظن نجامل باللعيبة، في لعيبة مظلومة، في لعيبة بالدكة. أميت اي وقت بدك تفوتهم. امين الشناينه، انس العوضات، ليش ما فاتوا مباراه؟ ليش يعني حرام. يعني اداء اللي قدام كان ناقصه لمسه الاخيره، والسعوديه ما لعبوش من مره ولا فرصه لهم، هجمتين ضربه ثابته وطابه يجن جولين. وين الدفاع؟ مال الدفاع للامانه يعني انا بدي احط الحق على على المدرب وعلى اللعيبه. يعني بعض اللعيبه، يعني انت في لعيبه بتلعب لاسمك، بتلعبش انتمائك. يعني لاحظ اللاعب اللي بيلعب في اوروبا في المنتخبات او في وطنهم الثانيين، تعال شوفهم لما يلعب مع منتخباتهم بيلعب بحراره. رياض محرز، محمد صلاح، يعني حددوا هذا اشرف حكيمي. البكا اللي شفته في المغرب، هون عندك لاعب حقه 2 مليون بوجع قلبك لما بده يمرر طابه او انه بده يبصم على كل طابه. كل لاعب تيجي والله دقيقه يا اخوان، انا ما بجامل، انا بحترمك يا موسى التعمري واخلاقك عالي. انا اللي بدي احكيه يا موسى التعمري، لعبه كره القدم جماعيه، مش كل طابه بدك اياه من كل لاعب بتنادي عليه يشله يعطيك الطابه يحط جول. حسين عموتي انت لا تفقه في عالم التدريب، في عالم التدريب شيء. بتجيب لاعب اصله بيلعب ظهير بتلعبه قلب دفاع، وعندك انس بن ياسين وعندك لعيبه بمستوى عالي ما بتجيبهم. هذا واحد ظهير اليمين اوكي، حسان حداد زلمه كويس الكل شفناه. عندك ادهم القرش وعندك كلوب افضل منهم. يا اخي انت ليش بتجامل؟ انت جايب لي مهاجم واحد، كل الاردن فيش فيها الا ياسر نعيمات، فيش له بديل. يا اخي مش فاهم عنه انا، في ايش يفكر لما يناقشه صحفي يقول لك انت بتدافع عن اللاعب لانك بتحبه؟ لا يا اخي انا بدافع عن وطني، مش بدافع عن اللاعب لاني بحبه. هذا بلد يا زلمه، هذا وطن، انا بدافع عنه. والله يعني هو سؤال يطرح نفسه، ليش احنا بنضل نجدد نفس الاسماء؟ ليش ما في اسماء جديده؟ ليش ما بنجيب ناس؟ ليش ما في عندنا ناس بدوروا على لعيبه ومهاجمين جداد؟ ليش نفس الاسم بتكرر عندنا مع نفس الخسارات؟ يعني متى حنوصل كاس العالم بعد 40 سنه بس يموتوا اللعيبه الحاليين؟ لازم يشوفوا ناس جداد، واللعيبه بوصل عند الجول بطل يعرف كيف يعني يفنش، بوصل عند الجول بنسى وين يشوط، صار يصيدوا عصافير اليوم. يعني مش فاهم ايش المبدا اللي يكون نفس اللعيبه، يجيبوا لعيبه جداد، يشوفوا فرق تدريبيه جديده. ليش دائما مدرب عربي؟ شوفوا لنا مدرب اجنبي يدفعوا عليه فلوس. الشباب قدموا كل اللي عندهم، يعني حرام احنا ما بنقدر نظلمهم زي هيك. بس والله يا اخواني هم قاعدين بيلعبوا ضد خصم صعب، يعني تدريبات غير، كل شيء غير، نحكي مستوى غير. غلبناهم اكثر من مره، غلبناهم بس انت ما بتقدر تقارن كل مره بنفس المره. الماضي زمن قديم يا عمي، حرام. الشباب لعبوا والله يعطيهم الف عافيه، وان شاء الله بالمرات الجاي بنعوضها. المباراة كانت اليوم بمتناول ايدينا يعني، بس ضيعها صراحة الجهاز الفني بقيادة الاخ عموته. اليوم اللاعبين تبعينا ادوا بالشوط الثاني للامانة، نسبة استحواذ عالية، ولكن مش عارفين الفكر الفني تبع عموته. المدرب المحلي بالوقت الحالي افضل من المدرب عموته للامانة. خلص إقالة عموته واستلم المنتخب الان جهاز فني محلي. المدرب علامة استفهام كبير، يعني بصراحة مدرب صفر. يعني يعني المباراة الماضية يعني بالدقيقة الأخيرة ب 92 بدل تبديل، يعني بالتبديلات عنده مشكلة المدرب، واللي في أسامي حرام قاعدة جوا حرام ما بتلعب. يعني بصراحة اليوم أداء سيء كثير. الشوط الثاني منتخب سعودي ما شفناهوش من مرة، يعني كان في لعب للمنتخب النشامة منيح، بس فيش أداء، فيش واحد يجي يحسم عندك، يحسم آخر لمسة. اليوم أنا جيت ساند بلدي الثاني اللي هو الأردن. ألف مبروك للمنتخب السعودي، هاردك للمنتخب الأردني. اليوم الحكم ظلم الأردن ب3 جزاءات ما حسبهم، هاي نقطة ثانية. اليوم أثبت خطأ الاتحاد الأردني بإقالة عدنان حمد، وعموته صراحة مو قد المنتخب الأردني. المنتخب الأردني أكبر، المفروض يقدم مردود أكثر بالمباراة، وأتمنى أنه الأداء يتحسن حتى يوصلوا لكأس العالم.